السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اتكلم على 3 نقط: اللعيبة اللي ماضية مع ادم وطني واحمد يحيى، وعايز اتكلم على تركي الشيخ واللي بيحصل في قناة MBC زفت، وعايز اتكلم على الحاقد الخرم مصطفى تونس، انه مش عاوز يجيبها لبره، مش عاوز يخرس ويحط الجزمة في بقه. نبدأ بلعيبة النادي الاهلي اللي ماضية مع ادم وطني واحمد يحيى. امبارح الاهلي طلع قرار ان ادم وطني ما يخشش النادي، ولو اي لاعب عاوز يجدد تعاقده مع النادي الاهلي او يمدد تعاقده، الوكيل ده ما يخشش النادي. ده وليه اللف والدوران ده؟ انت تقول لي امام عاشور عاوز تجدد التعاقد بتاعك او تمدده وتاخد من الفئه الاولى الممتازه، يبقى فك الشراكه بينك وبين احمد يحيى. وش لو اللعيب باقي على النادي الاهلي وبقى ان النادي الاهلي ما تصدرلوش مشاكل، ينفذ الكلام اللي انت تقوله. ومحمد عبد الله اما نفذش الكلام اللي انا بقوله ده انه ويلغي التعاقد مع ادم وطني، يبقى لعيب مش محترم من اولها كده. لازم اللعيب ده يتغصب عليه ويتك عليه انه يلغي التعاقد مع ادم وطني، عشان دي سبب المشكله كلها. كان محمد عبد الله وادم وطني اما متكلم كلام مش محترم عن النادي الاهلي ومحمد يوسف. دي حاجه. واللعيب اللي ما يثبتش ولاءه للنادي الاهلي يغور في 60 داهيه. وانت يا امام عاوز تمدد عقدك، مدد عقدك لوحدك، سيبك من الوكيل اللي انت ماشي وراه في كل كلمه. واقسم بجلاله الله الاهلي اهوت مش محتاجك يا امام. اقسم بجلاله الله الاهلي دلوقتي مش محتاجك يا امام. هتتمنيك وتلعب شمال ويمين وتقابل شوبير وقعد يقول لك لا الكلام ده ما حصلش. احنا مش ناقصين قرف، مش ناقصين قرف. عاوز تغور في 60 داهيه، غور في 60 داهيه. رباط الجزمه بتاع محمد علي بن رمضان احسن منك. ولو ما لغيتش الشراكه مع الواد اللي اسمه احمد يحيى ده، يبقى انت لعيب مش محترم وفرحان باللي بيحصل ده. تاني حاجه هتكلم على تركي الشيخ. انت يا تركي يا شيخ عامل نفسك ان انت اهلاوي، واهلاوي درجه ثالثه. انت لو اهلاوي وعندك ريحه الدم، قناه MBC مصر دي انت جايب فيها كل اللي بيحقدوا على النادي الاهلي. مهيب ده بيعمل ايه والضيوف اللي معاه بتعمل ايه يا تركي؟ انت كنت بتضحك علينا وبتمثل علينا في كاس العالم ان انت مش عاوز حد يضايق جمهور النادي الاهلي. طب واللي بيحصل ده ايه؟ المشاكل اللي بتتصدر النادي الاهلي دي كلها منين؟ من الواد ابو رصين، من الواد ابو رصين بتاع السيراميك اللي ما عندوش ريحه اللازمه ولا بيفهم كوره، ولا بيفهم كوره. وعامل لي اهلاوي. انت مش اهلاوي، انت مش اهلاوي، انت سعودي. انت راجل عاوز فتنه تبقى في مصر، عاوز تعمل فتنه في مصر. الاهلاوي يستحمل كلمه واحده على النادي الاهلي؟ يا سيد ابو حفيظ، يا سيد ابو حفيظ، حاول تفك الشراكه مع قناه MBC مصر دي. مش مقامك ولا قيمتك ان انت تقعد في وسط الحوش دول. واخر حاجه هتكلمها على الواد اللي اسمه مصطفى خرم، مصطفى تونس ده، مش عاوز يعديها على خير، مش عاوز يجيبها لبره. يا معرص، لو انت عامل مشكله مع مرتضى منصور ولا اي واحد يطلع يديك على قفاك، هتطلع تتكلم بالوساخه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ احنا كلنا عارفين الكابتن محمود الخطيب. يا بتاع السلاح يا معرص، يا بتاع السلاح يا معرص. انت راجل كنت بتتاجر في السلاح، مش الخطيب اللي هيبقى زيك. وابنك مين يا معرص اللي شكل لعيب ده؟ مش شكل لعيب كرة تنس. ابنك عاوز يلعب نهائي كاس العالم ونهائي بطولة دوري ابطال اوروبا، مش عاوز يلعب في الاهلي، عاوز يلعب في المباراتين دول. طب خليه في دوري ابطال اوروبا، يمكن ربنا يكرم ويروح ريال مدريد يشيل لهم الشنط.
مصر هتوصل كاس عالم عشان يبقى ابنك يبقى يلعب في المنتخب ويوصل نهائي كاس عالم باشرف صبحي وهنا ابو رضا والناس دي؟ يا اخي ان لم تستحي فافعل ما شئت. انت خرم، انت خرم وكذاب، انت خرم وكذاب، انت حاقد، انت حاقد. وخلي مجدي عبد الغني يبقى ينفعك اما تحط تحت المخرطه. خلي مجدي عبد الغني ينفعك، اللي بيقول لك برافو عليك كده. هو وسام صالح اللي كانت شغاله في قناه الاهلي. اقسم بالله كلكم شويه حصنه، كلكم شويه مكياج ولا تسووا تعريفه. وبيحب النادي الاهلي الا جمهور النادي الاهلي. 99% من لعيبه النادي الاهلي شويه زباله، شويه زباله زي محمد عماره ومحمد فاروق ومجدي عبد الغني والهجاص اللي اسمه رضا والمعرص اللي اسمه مصطفى بقدونس. ومفيش حد لعب غيرك في النادي الاهلي يا خرم. امال طاهر ابو زيد لو في مكانك كان عمل ايه؟ انت رباط الجزمه بتاع طاهر كان برقبتك وبرقبه اهلك. يا بتاع الجنيه برقبه ابوك وامك، يا بتاع السلاح، يا اعر خلق الله. يا عم محمود، يا كابتن محمود، طلع اي واحد عندك في مجلس الاداره او في لجنه الكوره او اي واحد قليل ادب. خلي واحد عندك قليل ادب للطوارئ اللي زي دي، يمسكه يمسح بكرامه امه الارض، يمسكه يمسح بكرامه امه الارض. احنا الجماهير اللي بتحرق دمنا، الجماهير اللي بتحرق دمها. انت سكوتك ده طمع فيك ناس كتير وحرق دم ناس اهلاويه كتير. ما تطلع يا عم الحاج، انت قلنا روح اشتكيه وفي النائب العام ومش النائب العام، مفيش حاجه. سلاحف بتتحرك، سلاحف بتتحرك. انت الواد الكاظم امبارح اللي اسمه الهبدور مطلع امبارح يقول لك انت مدي مارسيل كولر 7 شهور من السنه. ما تطلع بالمستندات اللي عندك واطلع قضيه. سيبك من خالد عبد العزيز ومن خالد عبد اللطيف. مفيش حد يا عم الحاج النهارده بيعمل شغله صح، ولو عاوز يعمله صح مضغوط عليه من فوق ان يعمل شغله غلط عشان الكل يتساوى. اعمل شغلك صح يا كابتن. اعمل للمحترم محترم يكلمه، وللقليل الادب قليل الادب اكتر منه. هنقول ايه ونعيد ايه؟ احنا اللي بنتحرق دمنا. يا كابتن سيد عبد الحفيظ، ما ينفعش انك تقعد في وسط شويه كلاب زي دي. ايه الدرديري ده وخرا وقطران؟ وانت يا تركي الشيخ مش شايف الدرديري بيعمل ايه مع مهيبه براسين؟ لله الامر من قبل ومن بعد. انتوا عالم زباله وعالم مقرفه، منظومه بنت وسخه.